أهلا بيكم. مستعدين نكتشف مع بعض إزاي تغيرات صغيرة قوي ممكن تعمل نتائج مبهرة؟ النهاردة هنغوص في كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، والكتاب ده مش مجرد كلام نظري، لأ، ده يعتبر خريطة طريق عملية وواضحة جدا ممكن تغير الطريقة اللي بنفكر بيها في تطوير نفسنا تماماً. خلينا نبدأ سؤال أكيد كلنا بنسأله لنفسنا، خصوصاً مع بداية كل سنة. بنحط أهداف كبيرة، عايزين نخس، نلعب رياضة، نقرأ أكتر. الحماس بيبقى في السما، وبعد كام أسبوع فجأة بنلاقي نفسنا رجعنا تاني لنقطة الصفر. إيه اللي بيحصل غلط؟ الكتاب ده بيدينا الإجابة، والأهم من كده بيقول لنا إزاي نكسر الدايرة دي للأبد. طيب، إيه هو الحل السحري اللي بيقدمه الكتاب؟ بصراحة الفكرة بسيطة جدا لدرجة إنها ممكن تصدمنا. جيمس كلير بيقول: انسوا تماماً التغييرات الضخمة، كل اللي محتاجينه هو تحسن بسيط، يدوب 1% بس كل يوم. ممكن الرقم ده يبان تافه قوي، لكن لما بيتراكم على مدار سنة كاملة، النتيجة أدائنا بيكون أفضل 37 مرة. تخيلوا، دي هي قوة التأثير المركب. والنقطة الحاسمة هنا واللي بتكمل الفكرة اللي فاتت هي إن كل الإنجازات الضخمة اللي بنشوفها وبننبهر بيها أساسها كان بدايات صغيرة جداً، خطوات بسيطة قوي ممكن نحتقرها في الأول. السر مش في حجم الخطوة الأولى خالص، السر في الاستمرارية والمواظبة عليها يوم ورا يوم. طيب، لو الموضوع بالبساطة دي، ليه أغلبنا بيفشل؟ سؤال مهم. جيمس كلير بيشرح ده بمفهوم عبقري اسمه هضبة الإمكانات الكامنة، أو زي ما بحب أسميها وادي الإحباط. عارفين الفترة دي اللي بنكون بنبذل فيها مجهود جبار ومش شايفين أي نتيجة خالص؟ هي دي بالظبط، وللأسف دي اللحظة اللي أغلب الناس بتستسلم فيها. والتشبيه ده بيوضح الفكرة بشكل رائع. تخيلوا معايا مكعب تلج في أوضة درجة حرارتها -4. لو رفعنا درجة الحرارة ل3 مفيش حاجة بتحصل، -2 لسه زي ما هو، -1 برضو مفيش أي تغيير. لكن أول ما نوصل لدرجة 0، تغيير درجة واحدة بس بيعمل كل الفرق، ومكعب التلج يبدأ يدوب. هل المجهود اللي فات ده كله ضاع؟ لا طبعا، هو كان بيخزن طاقة عشان يوصل للحظة التحول الحازمة دي. هي دي بالظبط فكرة العادات. وهنا بقى بنوصل لواحدة من أكبر الغلطات اللي معظمنا بيقع فيها: التركيز على الأهداف بدل الأنظمة. طيب، إيه الفرق يعني؟ الهدف هو النتيجة النهائية اللي عايزين نوصل لها، زي أنا عايز أفوز بالبطولة. لكن النظام هو العملية اللي بنعملها كل يوم، زي أنا هتدرب كل يوم لمدة ساعة. الفكرة بقى إن الناس اللي بتكسب والناس اللي بتخسر ممكن جدا يكون عندهم نفس الهدف بالظبط. اللي بيفرق بينهم فعلا هو قوة واستمرارية النظام اللي ماشيين عليه. ودلوقتي خلينا ننتقل لأعمق وأخطر فكرة في الكتاب كله، واللي لو فهمناها صح ممكن تغير كل حاجة فعلاً. جيمس كلير بيقول إن التغيير الحقيقي والمستدام مش بيبدأ من النتائج اللي بنحققها ولا حتى من الأفعال اللي بنعملها. التغيير بيبدأ من مستوى أعمق بكتير، بيبدأ من الهوية. والمقولة دي بتلخص الفكرة كلها ببراعة. يعني الهدف مش إنه الواحد يجري ماراثون، الهدف إنه يبقى ويشوف نفسه عداء. الهدف مش إنه يعمل دايت، الهدف إنه يصبح شخص صحي. لما التغيير نفسه ينبع من الهوية، الأفعال اللي بتدعم الهوية دي بتبقى نتيجة طبيعية ومنطقية تماماً. كولي بيستخدم تشبيه رائع هنا، بيقول كل عادة بنعملها كل يوم هي بمثابة تصويت على نوع الشخص اللي عايزين نكونه. يعني لما الواحد بيروح الجيم، هو كده بيدي صوت لهويته كشخص رياضي. لما بيقرأ صفحة واحدة بس، هو بيدي صوت لهويته كقارئ. ومع الوقت الأصوات دي بتتراكم وتتجمع عشان تثبت الهوية الجديدة دي وتخليها حقيقة. طيب، الكلام النظري ده جميل، بس إزاي نطبقه بشكل عملي؟ هنا الكتاب بيقدم لنا إطار عمل واضح وبسيط ومباشر: القوانين ال4 لتغيير السلوك. ده هو الدليل العملي اللي هيساعدنا نبني أي عادة عايزينها، وفي نفس الوقت نتخلص من أي عادة مش حابينها. والجدول اللي قدامنا ده بيلخص الإطار كله بمنتهى البساطة. عشان نبني عادة كويسة لازم نخليها واضحة، جذابة، سهلة ومرضية. والعكس صحيح تماماً، لو عايزين نتخلص من عادة سيئة لازم نخليها خفية، غير جذابة، صعبة وغير مرضية. الموضوع بسيط ومنطقي جداً لما نفكر فيه بالطريقة دي. تمام، يلا بينا نشوف إزاي نقدر نستخدم القوانين دي بأدوات بسيطة وفعالة جداً في حياتنا اليومية. الكتاب مليان تقنيات عملية، بس النهاردة هنركز على 2 من أهم وأقوى الأدوات دي.
أول أداة معانا هي تكديس العادات، ودي طريقة عبقرية بتساعدنا نطبق أول قانون وهو اجعلها واضحة. الفكرة بتاعتها بسيطة قوي، بدل ما الواحد يخترع وقت ومكان لعادة جديدة من الصفر، الأسهل بكتير إنه يلزقها في عادة قديمة هو أصلاً بيعملها كل يوم بشكل تلقائي. والصيغة بتاعتها سهلة ومباشرة. بعد ما أعمل عاداتي الحالية هعمل عاداتي الجديدة. مثلا بعد ما أصب فنجان القهوة كل صباح هعمل تأمل لمدة دقيقة واحدة. بكده فنجان القهوة نفسه بيتحول لمنبه يفكر الواحد بالعادة الجديدة. الأداة التانية الفعالة جدا هي قاعدة الدقيقتين، ودي تعتبر الحل السحري لتطبيق القانون الثالث اجعلها سهلة. القاعدة بتقول ببساطة أي عادة جديدة عايزين نبدأها لازم في الأول نخليها ما تاخدش أكتر من دقيقتين بس كده. الهدف مش الإنجاز، الهدف هو إن الواحد يظهر ويبدأ. وهنا بنشوف إزاي نطبقها بشكل عملي. لو الهدف الكبير هو القراءة كل ليلة قبل النوم، ده ممكن يبان صعب ومحتاج مجهود. باستخدام قاعدة الدقيقتين الهدف ده بيتحول لقراءة صفحة واحدة بس، ولو ده لسه صعب هنصغره أكتر لمجرد فتح الكتاب. الفكرة كلها هي إننا نبني عادة البداية نفسها. لما الواحد يتقن فن البداية، الاستمرارية والزيادة بييجوا لوحدهم مع الوقت. طيب إيه هي الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من شرح النهاردة؟ أولاً، قوة التحسن اليومي البسيط، 1% ده بيعمل معجزات. تانياً، مهم نبني أنظمة مش بس نجري ورا الأهداف. ثالثاً، التغيير الحقيقي بيبدأ من الهوية، نكون الشخص اللي عايزينه من خلال عاداتنا. رابعاً، نستخدم القوانين ال4، نخلي العادات الجديدة واضحة، جذابة، سهلة ومرضية. وأخيراً، نبدأ دايماً بقاعدة الدقيقتين، أي عادة جديدة لازم تبدأ في أقل من دقيقتين. والسؤال الأهم دلوقتي اللي محتاج كل واحد فينا يسأله لنفسه هو إيه هي العادة الذرية الواحدة اللي هتاخد أقل من دقيقتين واللي ممكن نبدأها النهاردة عشان نصوت لهوية جديدة بنحلم بيها. لازم نفتكر دايماً إن أكبر تغيير في العالم بيبدأ بخطوة صغيرة جداً.